رغد صدام حسين تحسم الجدل. هل كان لصدام حسين ابن مخفي؟ سؤال ظل يتردد لسنوات، وتغذيه الشائعات كلما طرح الحديث عن ورثة صدام حسين أو مستقبل حزب البعث، لكن هذه المرة جاء الرد من داخل العائلة نفسها. رويه رغد صدام حسين فإن قصة الابن المخفي لا تستند إلى أي حقيقة، وتقول أنه من الغير المنطقي أن يتمكن رئيس دولة تحيط به أجهزة أمنية ورقابة مشددة من إخفاء ابنه عن الجميع. متسائلة، ولماذا قد يفعل ذلك أيضا؟ وتضيف أن عائلة صدام حسين بحسب روايتها لم تكن تخفي أفرادها أو تتنصل من أقاربها، بل كانت تعلن عنهم بشكل واضح. وتروي رغد حادثة قالت إنها وقعت في أوائل التسعينيات خلال جلسة غداء عائلية، حيث أكد صدام حسين أمام زوجته وأبنائه أنه لديه 5 أبناء فقط، ثم ذكر أسماءهم واحدا تلو الآخر: عدي، قصي، رغد، رنا، وحلا. حسب روايتها أضاف صدام حسين تحذيرا لافتا بقوله إنه يخشى أن يأتي يوم يظهر فيه شخص يدعي إنه ابنه. وتقول رغد إن والدها كان يدرك بحكم موقعه كرئيس دولة كيف يمكن أن تصنع الشائعات، وكيف تلفق القصص وتنسب إليها وثائق أو روايات يصعب التحقق منها. وتؤكد أن كل الأسماء التي ظهرت لاحقا وكل الادعاءات التي تحدثت عن أبنائه أو ورثة سريين لا أساس لها من الصحة وفقا لروايتها، مضيفة أنه من السهل في الوقت الحالي نشر وثائق أو روايات مزيفة في ظل اتساع فضاء الإعلام والإنترنت. وبناء على شهادة رغد صدام حسين فإن عدد أبناء صدام حسين هو 5 فقط، وأن قصة الابن المخفي ليست سوى شائعة استمرت لسنوات دون دليل يثبتها. ويبقى الحكم النهائي للقارئ والمشاهد في ضوء الأدلة والمصادر المتاحة، مع أهمية التمييز دائما بين الشائعات والروايات المنقولة والشهادات الشخصية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل القصص والأحداث المهمة. كانت وياكم قناة بنت اللواء، ونلتقي بقصة جديدة إن شاء الله.